السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى واجمل اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الرقاق الناشف باسهل طريقه. هنعمل من 4 كوبايات من الدقيق، يعني نص كيلو بس من الدقيق هنعمل 22 واحده من الرقاق. طالع معايا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. يلا كده نسمي الله ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. اول حاجه انا معايا نص كيلو من الدقيق. هاخد بس من الكيس ده طبعا كيلو، هاخد منه نص كيلو هنوزنه دلوقتي مع بعض. هننخله كويس بالشكل ده. هبدأ ان انا اجيب الميزان واحط البولة بتاعتي واصفر الميزان، وهكمل بقية النص كيلو. انا مستخدمة دقيق الخير. طبعا انت ممكن تستخدمي اي نوع انت بتحبيه، ولكن يكون متعدد الاستخدام. هبدأ احط الدقيق بتاعي بقى في البولة الكبيرة دي عشان اعرف اعجنه، وهنزل عليه بنص معلقة صغيرة من الملح، وهعجن بمية عادية خالص من الحنفية. نزلت باول كوباية وهحضر تاني كوباية جنبي كده علشان انزل على الدقيق بالتدريج بالشكل ده. بقلب في الوقت ده بالسباتلا لحد ما الدقيق يختفي تماما كده والمية تتشرب الدقيق. وبعد كده هشيله السباتلا وابدأ اعجن العجينة بايديا كويس جدا. انا عايزة عجينة تكون طرية شوية وفي نفس الوقت تكون متماسكة. تمام. هبدأ بقى انزل بالمية كده شوية بشوية لحد ما العجينة تتمسك معايا وتتلم معايا. هبدأ اخدها بقى على سطح العمل واللي كويس جدا بايديا عشان اريح ايديا. طبعا من وقت للتاني كده هبدأ ان انا اكورها واغطيها بكيس تلاجة واسيبها كده حوالي دقيقتين وارجع لها تاني. ده بيساعد كده ان انت بتكوني بتريحي ايديكي، وكمان كأنك بتعجني في العجينة كده حوالي اكتر من 5 دقايق. هنرجع نلتها لتة حلوة كده. وكمان انا حسيت كده ان انا عايزة الم العجينة، حطيت حوالي معلقة من الدقيق علشان الم العجينة بدي بالشكل ده. وهلتها كويس وبعد كده تبقى العجينة معايا جاهزة وبقت زي الفل. طبعا انت ممكن تستخدمي اي نوع من انواع الدقيق بس يكون متعدد الاستخدام. الاهرامات، سنبلة الفرات، ال5 نجوم، دوبيلا، القوصر، الضحى، النصر، اي نوع انت حباه. بعد ما عجنا العجينة كويس جدا هرش شوية دقيق على سطح الرخامة، وهبدأ ان انا اعمل العجينة بتاعت رول كده، وهبدأ ان انا اقطع العجينة واوزنها. وزن الكورة هتبقى من 38 ل 40 جرام. تمام. وهجيبي بقى صينيه او قطاعه او بلانش عندك وارش عليها شويه من الدقيق، وهبدا ان انا اكور العجينه بتاعتي بالشكل ده. بعد كده هغطيها بقى بكيس تلاجة علشان طبعا ما تعملش الطبقه ناشفه على الوش. وهسيبها تريح كده حوالي كده 5 دقايق وارجع لها تاني. هاخد اول كرة احنا كورناها وهبدا ان انا احط كده شويه من الدقيق، وهبدا ان انا افرد العجينه شويه بايديا. وبعد كده هبدا ان انا افردها بالنشابه على شكل كده دايره بالشكل ده. اهم حاجه تبقى كلها كده بسمك واحد وما بتاخدش معاكي اي وقت، لان العجينه مريحه معانا وهتتفرد معاكي بكل سهوله. من وقت للتاني بنشيل بقى الرقاق بتاعتنا وبنحط رشه حلوه كده من الدقيق. ما يهمكيش خالص من كميه الدقيق اللي احنا بنحطها تحتها كده. احنا كده كده هننفضه قبل ما نحطها على النار. تمام. الدقيق ده لازمته ايه؟ ان هو بيساعد كده ان العجينه بتاعتك تتفرد معاكي بسرعه بالشكل ده. وكمان من وقت للتاني بنمسحها بمسحه بسيطه كده، رشه بسيطه جدا من الدقيق على الوش كده علشان ما تلزقش في النشابه واحنا بنفردها. حبه وبساط جدا علشان مش عايزين الرق بتاعنا يبقى مغير كده او شكله ابيض كده من على الوش. حاجه بسيطه جدا لا تذكر. كده انا خلصت الرقاقه واتفردت معايا وبقت زي الفل، والسمك بتاعها حلو جدا. شايفين؟ تحس ان ايديا كده بدات تظهر يعني على خفيف قوي من تحت الرقاقه بالشكل ده. بشيلها وابدا انفضها من الدقيق بالشكل دوت، وبعدين احطها على صينيه او على طبق واركنها جنبي كده. هبدا ان انا اعمل كمان واحده علشان اروح كده باتنين اتنين كده على النار. يعني انا هبدا ان انا افرد اتنين واروح اسويهم الاول على النار، وبعد كده ارجع تاني افرد اتنين كمان. تمام. عايزه تفردي واحده واحده زي طبعا زي ما انت حابه. حطيت شويه دقيق حلوين على الرخامه وبدات ان انا افرد العجينه بتاعتي كده على شكل دايره قد القرصه، وهبدا ان انا افردها بالنشابه بالشكل ده. تمام. من وقت للتاني بنشيلها وبنحط تحتها شويه دقيق وبنفضها زي ما احنا قلنا. كميه الدقيق اللي تحت دي بتساعد يا بنات ان الرقاقه بتجري تحت النشابه كده وبتتفرد معاكي بكل سهوله. على قد ما تقدري بقى تخليها كده مسويه وتخليها زي الدايره بالشكل ده، والحروف كمان تبقى كلها كده ميه واحده وبسمك واحد. عايزين بقى نقلل من كميه الدقيق بتاعنا، بنلم كده بشيلها وبنفضها بالشكل ده وبلم الدقيق كده على جنب، وهبدا ان انا افردها كمان فرده كده من غير دقيق. ده كده بيقلل الدقيق تحتيها وبيخلي الرقاقه بتاعتك ما فيهاش دقيق كتير. تمام. شايفين؟ هشيلها بقى ونفضها وكده خلاص. عملنا تاني واحدة. هنروح بقى على مرحلة التسوية اللي مفيش اسهل منها. على نار متوسطة هنبدأ نحط الصينية بتاعتنا مقلوبة بالشكل ده، ونسيب الصينية تبدأ تدفى بس مش اكتر. وبننزل بقى بالرق بتاعنا علشان الصينية لو هي دافية هنعرف نظبط الرق بتاعنا بالشكل ده. شايفين؟ الرق اول ما نزلت بيها راحت كده على جنب فظبطتها بكل سهولة. ولكن لو الصينية سخنة الرق خلاص لو نزلت على سخن بتاخد الوضع اللي هي اتحطت عليه، مش هتعرفي
تظبطيها، ولو حتى فيها حته اتنت منك ولا حاجه مش هتعرفي تفرديها. تمام. بنبدا بقى نقلبه كده على الناحيتين كل 5 ثواني علشان يدينا اللون القمر اللي انتوا شايفينه ده. بصوا هنا يا بنات، الرقاقه دي اتحطت على الصينيه وهي سخنه، فمش هتعرفي تحركيها بقى خالص الا لما تبدا كده تتشمع معاكي شويه. هنبدا نشدها كده الناحيه دي تتظبط معاكي زي الفل. ولكن لو هي تانت فمش هتعرفي تظبطيها لو هي نزلت على نار سخنه. علشان كده بقول لكم الرقاق لازم يتحط على صينيه تكون دافيه، هتعرفي تتحكمي فيه، ولو حته تانت ولا حاجه هتعرفي تظبطيها. تمام. شايفين الجمال؟ طالع معايا بجد تحفه. هنا بعد ما سوينا اول 2 احنا كنا فردينهم، طفيت النار خالص وشلت الصينيه من على النار، ورحت فردت التانية دي، وجيت بقى رجعت تاني الصينيه على النار، واول ما بقت دافيه نزلت بالرقه بتاعتي بالشكل ده. اهم حاجه احنا بنخبز الرق بتاعنا اول باول عشان ما نشفش مننا. هطلع دي بقى من على النار، وبعد كده هطفي النار واشيل الصينيه على ما افرد الرقه بتاعتي بالشكل ده، وارجع تاني ارجع الصينيه على النار. تمام. افردوا 1 أو 2 اول باول كده، وبعدين بنسويهم بالشكل ده. كمان ما بين كل رقه والتانية ببدأ ان انا اشيل الدقيق اللي على الصينية علشان ما يتحرقش مننا. بنمسح الدقيق كده بمنديل مطبخ، وبننزل بالرقه بتاعتنا، والصينية نضيفة معانا وزي الفل. بنطلع الرقه على بطلعه على صينية كده واحدة جنب التانية، او حتى لو حطيتيه فوق بعضيه مفيش اي مشكلة. ودي اخر واحدة، ودي كل الكمية اللي طلعت معانا من 4 كوبايات من الدقيق. حاجة كده قمر بجد تحفة. نص كيلو من الدقيق هيطلع معانا الكمية الجميلة دي من الرقاق الناشف، خفيف جدا ورقيق وناشف، حاجه كده قمر. نخلين الدقيق بايدينا وعارفين كمان عاجنينه ازاي، مفيش احلى ولا اجمل من اي حاجه بنعملها في البيت بايدينا. عايزين بقى نحفظه، بنجيب كيس كده نايلون بنحط فيه الرق بتاعنا، وبنقفله وبنشيله في اي مكان لحين كده ما تحبي تستخدميه بتستخدميه. اتمنى الفيديو عجبكم ان شاء الله، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك الحلو منكم والاشتراك في القناه. لو انتم مش مشتركين تنوروني وتشرفوني، ويبقى شرف ليا وجودكم الجميل في حياتي. اشوفكم على خير في حلقه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.